اداريا الاهلي عنده مشكله، لانه لو جيت بصيت هتلاقي انه المشكله الوحيده اللي بتواجه الاهلي حاليا دلوقتي في اداره المعمعه الموجوده ديت، سواء الاداره الماديه او حتى اداره اللعيبه او حتى السكواتنج او ايا كان ما يخص يعني كره القدم في النادي، فانت هتلاقي عليه علامه استفهام كبير جدا. من فكره ان انت بتجيب بعض اللعيبه اللي ما بتكونش في مراكزها، او بعض اللعيبه اللي المدرب ما بيكونش قايل عليها، انت بتجيبهم قبل ما المدرب يجي او قبل بدايه الموسم، تقعد تفتكس من الدوري المصري وتقعد تجيب من الدوري المصري وتقعد تجيب بعض اللعيبه اللي انت اصلا يعني مش عارف هم هيلعبوا ازاي وهيلعبوا فين. طب وضعهم بالنسبه للمدرب اللي جاي، مين هو المدرب اللي جاي؟ الازمه دي انت بتتكلم فيها بقالنا 5 6 سنين، عمالين داخلين في لوب بيتكرر كل شويه. طيب انت ليه اصلا بتدخل نفسك في الازمه دي؟ ليه السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الاداره بتسبق بخطوتين ثلاثه في موضوع اللعيبه؟ ليه الاداره دايما هي اللي ليها الابر هاند في موضوع اللعيبه؟ شيء غريب جدا ما عادش بيحصل في العالم كله. العالم كله وقت ماشي، بنجيب مدرب محترم جدا، بنجيب مدرب قوي الشخصيه، بنجيب مدرب خططيا عالي جدا، مدرب بيقدر ينفذ ده في ارض الملعب، مدرب متمرس، وبعد كده بنقول له اتفضل عندك فرقه اهيت، شوف ايه اللي انت محتاجه منها وشوف احنا انت محتاج مننا ايه نجيبه لك. ده الطبيعي، تمام. ولكن الاهلي بيعمله دايما بيخترع العجله من جديد، لا بيفضل يجيب في لعيبه. لجنه كوره بقى موجوده، حكماء النادي الاهلي، افكار في ادمغه بعض القيادات ايا كان، ولكن الوضع ده ما عادش مقبول لانه اثبت فشله. وقول لي مين صفقه ايه سنه كام في ال5 سنين اللي فاتت عملت بوم وعملت ضجه كبيره جدا وما كانش فيها مشكله؟ اللهم الا مثلا ممكن نتكلم في صفقه امام عاشور. يمكن ده اللعيب اللي في مده 5 سنين فاتوا لعيب كان مهم جدا ومحوري جدا، ورغم كده برضه هو لعيب لحد دلوقتي غير متماشي مع سياسات النادي الاهلي. لعيب عنده مشكله مع النادي الاهلي بشكل مستمر، لعيب عليه عقوبات دائما قدام النادي الاهلي بشكل مستمر. طيب اذا ان انت نفس نظام كهربا بالظبط، اما جبت كهربا برضو كان عنده مشكله دايما مع اللي هو يلتزم بسياسه النادي الاهلي، انه عنده مشكله دايما لسانه طويل، قليل الادب، بيشتم كتير، بيعترض كتير، بيبقى عنده مشكله دايما. هل امام عاشور بيكرر نفس اللي بيعمله كهربا؟ انا بشوف ان هو بالمنظر دوت هو ماشي على الموضوع بحذافيره، بيكرر